انتهت منذ قليل مباراة العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي. 5-0 لليوفنتوس بتفوق رامي ربيعة، رامي أسيست، رامي كومباني. عايز 85 مليون. أنا عايز بقى جمهور العين يطلع يعاني بقى اللي احنا كنا بنعانيه وكنا بنقول اهي ماشية. أديك متداري في الأهلي ومتداري وهي ماشية معاك، يلا تاخد بطولات وبتاع ومتداري في وسط اللعيبة. لكن تطلع تقول عايز 85، تشترط على الأهلي اللي عملك عايز 85 مليون وعايز اخويا ياخد 8%. ده انت لعيب 5% اصلا، انت لعيب 5%. انت في الجون الاولاني واقف ماسك نفسك وبتدور على الكوره، واقف ماسك نفسك زي ما انتم ما شايفين كده. وفي الجون التاني بتبصها غلط، راحت للمهاجم، رحت تخش عليه رقصك، لزعك فلس، وجيت بتشده من التيشيرت زي ما تكون عايز تاخد منه لفه، راح جاي مبصها للمهاجم التاني، تروح انت تجري على المهاجم التاني يقوم جاي مرقصك وحاططها في البعيده. مستر رامي اسيست، رامي كومباني. يا راجل ده انت كنت عندنا ما بتعملش تاكلينج على الكوره وكنا بنقول اهي ماشيه، اهي ماشيه والدنيا ماشيه وها جت تتشرط على الاهلي. عانوا بقى يا جمهور العين، انا عايزكم تعانوا زي ما احنا ما كنا بنعاني القمرين. كنا بنعاني القمرين من رامي ربيعه ده وطفحنا الكيل منه ونقول يا جدعان كفايه كفايه، هي جت منه. الحمد لله جت منه. 5-0 مع الرأفة. احنا ما شفناش العين النهارده، ما كانش فيه ولا عين ولا حاجب. النهارده حتى حساب الدوري الايطالي على اكس طلع يقول لك، يعني بيقول له ايه، تحلم انت بايقاف كيفرين ترام ام ماذا يا رجل؟ وناشرين الصوره بتاعت كيفن ترام مع رامي ربيعه. يا راجل ده بص، الحمد لله الحمد لله ان هي جت منك، يا عمرها ما كانت هتيجي من اداره الاهلي. انا عارف، الحمد لله الحمد لله الاهلي كان له ثابت على موقفه وقال لك هو ده العرض بتاعنا، وانت الحمد لله ان انت تنيتك ثابت على موقفك وقلت لهم ال 85 مليون. انا بشكرك يا رامي ربيعه من موقع، عايز بشكرك بشكرك وعايزك تنام ننا. انا مش هقول لك رامي كومباني تاني لان انا كده بظلم كومباني. مدرب دلوقتي، مدرب بايرن ميونخ العظيم اللي كان نجم دفاع منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي، انا كده بظلمه لما اقول عليك رامي كومباني. لا 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 لا، ده حساب الدوله التاني بيقول لك انت بتحلم ان انت توقف ترام. يا عم ده ما كانش بيعرف يوقف عمرو جمال، عمرو جمال وناصر منسي ما بيعرفش يوقفه، ما يوقف ترام. الحاجه التانيه بقى اللي عايز اتكلم فيها، كل الاهواء طالعين نازلين شوط في حسين الشحات. ما هو يا جدعان ده لما اول ما راحوا امريكا وبيعملوا معاه لقاء صحفي قال لك انا بدور على عقد عشان امشي، انا ما بقتش متحمل الضغوطات. اعرف ان حالته النفسيه تعبانه، اعرف ان تفكيره هيتشل من الحاله النفسيه. لما واحد يطلع قبل الماتش بخمس ست ايام على الاون سبورت ويقول لك الكلمتين دولت، المفروض انا كمجلس اداره الاهلي او كمدربين الاهلي اللي سمعوا اللقاء يعرفوا ان اللاعب ده حالته النفسيه تعبانه. اجيب المعد النفسي واقول له تعالى اهلهولي شوفوا ماله. لكن اجي اذبحه بعد الماتش كده عشان فرصه؟ يا راجل ده لو الف بيه كوره، لو عيل صغير هيباصي هيشوت دوت، ولا شاط ولا باصه، ولا شاط ولا باصه، ولا كان عارف هو بيعمل بقى ايه. واتحداك ان جيت سالت حسين الشحات بعد الماتش هيقول لك انا ما اعرفش، انا ما عملت، ما بصيتش ليه ولا ما شطش ليه، انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي. يا جدعان ما تذبحوهوش. حسين الشحات ده ما فرحنا ياما 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 ياما، هتيجي تذبحه؟ عايز تذبح بقى وعايز تتكلم وتقول بما يرضي الله. طار محمد طار نزل عمل ايه؟ قفشه نزل عمل ايه؟ تريزيجيه، امام عاشور في اول 5 دقايق، حمدي فتحي بعديه، سبته وتريزيجيه ضربه الجزاء اللي دخل يشوطها وهو اصلا مش متحط من، مش هو اول واحد يخش يشوط، المفروض وسام ابو علي وبعدين زيزو وبعدين هو. ليه ما اتكلمتوش في ده كله وسبتوا الهري ده كله؟ والفرصه اللي في الامام عاشور في اول 5 دقايق والتغييره بتاعت زيزو انت منزله في الدقيقه 15 وجت تضيعه في الدقيقه 75. ليه سبتوا ده كله؟ انت عايزين تتبعوا حسين الشحات ليه؟ ليه؟ حالته النفسيه تعبانه، والله العظيم حالته النفسيه تعبانه. انت لما تكون في الشغل كده وتبقى انت قديم في الشغل وتجيب ناس نركبهم عليك، شوف حالتك النفسيه تبقى عامله ايه. بلاش الذبح في اللعيبه بالذات، بلاش، عشان ما نلاقيش احمد رفعت تاني. هو اصلا كده كده هو عايز يمشي. وانا بعشق حاجه اسمها حسين الشحات،
وبموت في حاجه اسمها حسين الشحات. لو عظم في قفه حسين الشحات ده بالنسبه لي احسن وينج. سلام.